أناقش تفاصيل هذا الملف مع ضيفي عبر خدمة سكايب السيد محمد مجدي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيد محمد معنا اهلا في نهاية بحضرتك يا فندم. الأسبوع. بالتأكيد تابعت آخر تطورات فيما يتعلق بعودة المعارض أحمد الطنطاوي. بصراحة كانت متوقعة هذه العودة، مفاجئة بالنسبة لكم؟ الحقيقه هو كان اعلن ان هو مم. هينزل في هذا الشهر الى مصر، لكن تم تغيير ميعاد وصوله بعد القبض على اقاربه، لمجرد ان هم اقاربه، لمجرد ان هم هم من عائله احمد طنطاوي. فتم القبض عليهم وتم توجيه لهم الاتهامات المعتاده، جماعه محظوره ومنشورات وكل التهم المعلبه، ثم تم الافراج عنهم بكفاله. دي برضو مم. عشان نبقى نقطه مهمه. لم يتم الافراج عنهم بشكل نهائي، لكن تم الافراج عنهم بكفاله. لكن هم كل جريمتهم انهم من عائله احمد طنطاوي. مم. لذلك للاسف السلطه بتستخدم اساليب رخيصه جدا للضغط على اي شخص الحقيقه بيعارض هذا النظام. وشفنا على مم. سبيل المثال القبض على رجل كبير تعدى 70 عاما، وهو والد اليوتيوبر عبد الله الشريف، لمجرد انه بينتقد النظام. بيعتقلوا والده وهو في سن كبيره. لا، مم. الحقيقه لا مراعاه لاي شيء على الاطلاق يعني. اللافت بالأمر سيد محمد بأنه دخل الرجل مطار القاهرة، ويعني دون أن يتم مضايقته من أي أحد من قوات الأمن. يعني أليس مستغربا هذا الأمر، خاصة اعتدنا في الأيام السابقة والسنوات الماضية بأنه كل شخص يحاول الوقوف بوجه السيسي يتم اعتقاله والتنكيل به مباشرة؟ مم. لا، الحقيقه احنا شفنا على سبيل المثال المهندس ممدوح حمزه، وكان بينتقد السيسي بشده في موضوع سد النهضه، مم. ونزل مصر بدون توقيف له في مطار القاهره. الحقيقه الوضع في مصر اصبح خطر جدا. النظام ادرك انه فشل، وانه بحاجه الى مخرج سياسي. واتمنى ان يكون النظام عاقل الى الدرجه الى ان احنا نحاول نجنب مصر مشكله كبيره، نجنب مصر نزول المصريين في ثوره جياع والتي لن تزر اي شيء، ووجود حل سياسي، ووجود انتقال الى السلطه بشكل سلس، خصوصا بعد 10 سنوات من هذه السلطه مم. اثبتت فشلها بشكل كبير. لذلك اعتقد الحقيقه ان النظام اصبح يدرك انه لابد ان يكون لك مخرج سياسي من هذه الازمه يعني. طيب، يقول قائل سيد محمد بأن مخابرات النظام لم ترد أن تجعل الطنطاوي بطلا، حتى لا يتناقض ذلك مع دعوات السيسي إلى حوار وطني ولو بالشكل. والله عشان بس الناس اللي بتقول برضو على احمد طنطاوي انه ممكن مم. يبقى زي حمدين صباحي. مم. الحقيقه احمد طنطاوي رفض المشاركه في الحوار الوطني الهزلي اللي قبل الحوار الوطني. استبق السيسي هذا الحوار بوضع كل المعارضين المصريين في الخارج، وانا منهم، على قوائم الارهاب. نعم. فكره الحوار الوطني الحقيقه اللي كان بيقترحها السيسي كانت فكره هزليه جدا. انا حزين على الشخصيات ذات الثقل الكبير، او بعض الشخصيات التي شاركت في هذه المهزله يعني. بالمناسبة، لماذا لم يحضر السيسي جلسة الحوار الوطني الأخيرة سيد محمد؟ هو لا يهتم. هو هو بيقوم بهذه الجلسات لتوجيه رسائل للغرب ان هناك حوار وطني، وان هناك ديمقراطيه، وان هناك معارضه في مصر. فقط هذه مجرد رسائل منه للغرب. لذلك لم يهتم بالحضور يعني. طيب سيد مجدي، يعني ما معنى أن يقول الطنطاوي أو أن الطنطاوي يريد أن يقدم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاجه مصر؟ طبعا قال ذلك في بيان قبيل عودته إلى مصر. كيف يمكن أن نترجم هذا الكلام على أرض الواقع؟ والله اعتقد ان لابد ان يكون هناك اطراف اخرى مم. وموجوده، على الارجح من الجيش، يريدون خروج امن للسيسي، ووجود بديل امن لمصر، وبديل مدني امن لمصر. وانا اعتقد ان احمد طنطاوي هو بيمثل فرصه الحل الوسط، مم. الحل الذي ربما يرضي المصريين كرئيس مدني، وربما ايضا يرضي الجيش بسبب علاقته الطيبه بالجيش. فربما يكون احمد طنطاوي هو الحل الوسط. لكن خلينا برضو نكون واقعيين. اذا قبل احمد طنطاوي بالدخول في انتخابات هزليه بدون ضمانات دوليه وبدون رقابه دوليه، فاذا لن يكون هناك اي فرق بينه وبين حمدين صباحي.
وهذا السيناريو مطروح وذكرته. يعني البعض يقول لك بأنه يعني ما يجري اليوم يعني يريد النظام أن يقوم بدور الكومبارس اليوم طنطاوي كما جرى مع حمدين صباحي، والمشهد يتكرر. يعني من يتابع ممارسات النظام خلال السنوات الماضية لن يسمح لأي شخص أن يقف وجه رأس النظام سيد محمد. لا يعني لكن خلينا نقول ان في هناك اطراف اخرى وهناك الدوله العميقه موجوده، لذلك يعني لاحظنا في الفتره الاخيره عدم القبض على بعض الاشخاص رغم انتقادهم الشديد للسيسي. فيعني ربما يكون هناك فرصه لفكره الحل الوسط، لكن زي ما بنقول خلينا نقول ان اذا قبل احمد طنطاوي بانه يدخل انتخابات هزليه بدون ضمانات، هذه هي يعني النقطه الفاصله. واعتقد ان اللي ما تابع اي حد تابع حوارات احمد طنطاوي هو وضح اكثر من مره انه لن يشارك في اي مسرحيه هزليه ولن يكون كومبارس في انتخابات قادمه. بالمقابل ماذا سيكون اذا؟ فعلا مرشح حقيقي؟ اذا توفرت الضمانات، سيشارك في الانتخابات. اذا لم تتوفر الضمانات لن يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسيه القادمه. طيب السياسي المستقيل والنائب السابق عبر عن رفضه في المشاركه بالحوار سيد محمد مجدي الذي دعت اليه السلطات، بل يرفض حتى ان يسميه حوار، لكن في الوقت نفسه عبر عن استعداده للمشاركه في حوار يقوم على اساس التكافؤ والمشاركه. ما المشروع من وجهه نظر حضرتك الذي ينوي طنطاوي القيام به في الاشهر المقبله؟ اعتقد انه بيحاول تكوين جبهه واسعه، وبالفعل هناك جبهه اسمها جبهه الامل بدأ فيها احمد طنطاوي بالفعل في تجميع كل من يرغب في التغيير وكل من يرغب في مستقبل آمن لمصر، مستقبل افضل لمصر. فجبهه الامل حاليا بتحاول انها تجمع المصريين على امل ان يكون هناك تغيير بشكل سلمي وبشكل آمن وبشكل يعني يحفظ لمصر امنها واستقرارها. ويعني المصريين اعتقد انهم جميعا عبروا ان السيسي فشل بشكل غير يعني مسبوق. المؤسسات الدوليه والاقتصاديه كلها عبرت عن هذا بشكل واضح وصريح، لذلك يعني هذا هو وقت التغيير. طيب يمكن القول بأن النظام المصري قد قبل بعودة طنطاوي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي سيد محمد الذي يحاول الهروب منه بأي طريقة، وأيضا وجود معارضة في الداخل ولو شكليا. اعتقد ان هذا من اهم الاسباب، وايضا الضغوط الدوليه على النظام المصري، خصوصا الضغط الامريكي في المرحله يعني السابقه. وعشان كده احنا شفنا على سبيل المثال عبد الفتاح السيسي لما قابل الرئيس بايدن في شرم الشيخ تحدث باسهاب عن الحوار الوطني وان هناك معارضه. هو السيسي بيحاول يسوق نفسه للغرب انه يعني ليس ديكتاتورا يعني، لكن احنا ما يهمنا الحقيقه هو التغيير. لا يهمنا ان يكون هناك تغيير حقيقي، واذا كانت هناك انتخابات يجب ان تكون هناك انتخابات حقيقيه يستطيع المصريين ان يدلوا بصوتهم فعليا. اذا كان غير ذلك، واذا النظام يريد ان يقوم بنفس الالعاب التي قام بها في السابق، لا اعتقد ولا اتمنى ان يشارك احمد طنطاوي. طب من خلال متابعتك لمسيره البرلماني والسياسي المستقيل من حزب الكرامه احمد الطنطاوي، يمكن فعلا أن يكون أداة بيد النظام أو بيد المخابرات، أم ربما يختلف المشهد في هذه الأيام عما جرى مع حمدين صباحي في 2014؟ لا الحقيقة يعني إذا كان النظام يريد أن يعني نسخة من حمدين صباحي، فيوجد مصطفى موسى الذي يعني شارك في الانتخابات الرئاسية السابقة يعني، وهو طلع بنفسه وقال أنه انتخب السيسي. فالحقيقة أحمد طنطاوي لن يكون كومبارسا ولن يشارك في انتخابات هزلية، لن يشارك في انتخابات بدون ضمانات. هذا هو ما قالوا يعني. طيب هنالك بعض الأخبار تتحدث سيد محمد عن تصريحات مرتقبة لطنطاوي بعد أن دخل مصر ولم يتم يعني توقيفه أو الاعتداء عليه من قبل قوات النظام في المطار. ما المتوقع، يعني ماذا نتوقع بسياق يعني ما جرى في السابق بعد أن خرج بفيديو من لبنان وأجل عودته؟ ما المتوقع في الأيام المقبلة من هذا الرجل؟ الحقيقة يعني أعتقد إذا النظام أحس بخطر كبير من أحمد طنطاوي، استطاع أحمد طنطاوي أن يكون يعني جبهة كبيرة، أعتقد أن النظام سيعتقل أحمد طنطاوي في مصر وسيعتقل عائلته أيضا يعني.
مم. طيب، قلت بأن هنالك ضغوط دولية يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، ضغوط من أي اتجاه يعني؟ خاصة بأنه انتخابات، يعني البعض يتحدث بأنه لا مجال لأن يكون هنالك أي شخص بوجه السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيد مجدي. لا احنا لازم الحقيقه نفضل نحاول، ولازم مم. نتمسك بالامل، ولازم ان احنا نصر على حقنا في التغيير بشكل سلمي. مم. يعني فلا يمكن ابدا ان نستسلم ونفترض ولا نحاول ان نفعل اي شيء ثم نتوقع ان هناك شيء سيتغير. مم. يعني على الاقل نحترم من احمد طنطاوي ان هو الوحيد في البرلمان، وهو برلمان داخل مصر، وتحدى السيسي وقال انه لا يحب السيسي من داخل البرلمان، مم. ويتحدى السيسي مره اخرى ان يدخل معاه في انتخابات نزيهه. مم. اعتقد ان ده شيء يحترم في ظل نظام دكتاتوري قمعي الحقيقه بينكل بكل الاشخاص. واتمنى ان يكون هناك دعم من المعارضه في الخارج ايضا لاحمد طنطاوي، ودعمه بكل الطرق يعني. وهذا ما أردت أن أسأل حضرتك عنه، يعني ما المطلوب من المعارضة؟ يعني قلت بأنه اللافت بأنه طنطاوي خرج من الأراضي المصرية من البرلمان وتحدى السيسي إذا صح التعبير هنا، وأعلن ترشحه أو النية للترشح للانتخابات الرئاسية. هنا الدور الأكبر على المعارضة يقع لتدعم هذا الرجل، ما المطلوب منها مستقبلا؟ يعني اتمنى ان المعارضه في الخارج تدعم احمد طنطاوي بكل الوسائل الاعلاميه، ويعني الدعايه له والترويج له، مم. لاني بأرى في احمد طنطاوي حل وسط ممكن ان يرضي المصريين، ويكون يعني يخرج مصر من عنق الزجاجه ومن الدائره الجهنميه التي تدور فيها من 10 سنوات. مم. فاتمنى ان تكون المعارضه على قدر من المسؤوليه ان تدعم احمد طنطاوي بشكل كبير في المرحله القادمه. طب أعود إلى جلسات الحوار، يعني السيسي لم يحضر آخر جلسة أو جلسة للحوار الوطني، هل هي رسالة واضحة بأنه يعتبر نفسه فوق الحوار وليس طرفا فيه؟ هو بالطبع بيعترف نفسه فوق الحوار، وزي ما قلت لحضرتك هو الهدف من هذا الحوار مم. تحسين او تلميع صورته في الغرب، لكن هو غير مهتم باي حوار. وعلى مدى 10 سنوات سابقه لم نرى السيسي قام باي حوار على الاطلاق. هو مجرد يعني وسيله لتلميع صورته امام الغرب، ليس اكثر يعني. مم. طيب، بالتزامن مع ما جرى مع أحمد طنطاوي وعودته إلى مصر، تستمر الدعوات من قبل منظمات حقوقية سيد مجدي يعني إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ويعني فتح ربما مجال أو أبواب للحوار أوسع. إلى أي حد يمكن أن يستجيب النظام لمثل هذه الدعوات، خاصة بأنه ربما البعض يقول بأنه النظام رضخ لبعض النصائح في جلسات الحوار السابقة بأن نترك الرجل أحمد طنطاوي أتحدث أن يقول ما يشاء، وربما يعني هي نقطة في ملعب النظام أو في ملعب السيسي نفسه. تفضل. هو والله الحقيقه في تقديري ان النظام بيحاول دائما اجراء عمليات تجميليه مم. لتجميل شكله، لكن لا ينوي اجراء اي تغيير جوهري. مم. لذلك يعني انا اتمنى ان اذا استمر النظام في هذا النهج لا يشارك احمد طنطاوي اذا كانت هناك مهزله انتخابيه كما راينا في السابق، ويجب ان نحافظ على احمد طنطاوي لمرحله قادمه ممكن ان يكون فيها مرشح رئاسي في انتخابات حقيقيه يستطيع ان يدلو المصريين بصوتهم. ما عدا ذلك الحقيقه، لكن زي ما قلت لحضرتك النظام دائما بيحاول اجراء اشكال تجميليه للنظام، مم. لكن الى الان لم نرى اي تحسينات جوهريه. النظام ديكتاتوري 100%، نظام يعني سلطوي 100%. يعني قبل الحوار قبل بدايه الحوار الوطني وضع 81 شخصيه معظمهم الليبراليين ومنهم انا يعني في قائمه الارهاب. يعني لا اعتقد ان هناك شيء سيتغير في هذا النظام الديكتاتوري. طيب، عودة طنطاوي اليوم بالعودة إلى هذه النقطة سيد مجدي، فعلا هي بقرار مصري بحت أم نتيجة ضغوط إقليمية ودولية البعض يقول لك؟ لا الحقيقه ده هي مخطوط بالتاكيد بضغوط دوليه وامريكيه تحديدا يعني. لان احنا قبل كده شفنا على سبيل المثال السيسي اعتقل سامي عنان، نعم. واعتقل قنصوه، واعتقل العديد من اي شخص. يعني اي شخص بيحاول الترشح كان الحقيقه السيسي بيعتقله، والاتهامات الجاهزه موجوده المعلبه، الانضمام لجماعه ارهابيه ومنشورات واخبار كاذبه، نفس الاتهامات الحقيقه اللي بتتوجه لاي شخص بيعارض هذا النظام. طيب سيد لكن مجدي، النظام ضعف كثيرا يعني. أطلت عليك، ولكن أتحدث يعني لا لا. الموضوع مهم جدا. في حوار سابق مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أكد السياسي المصري وجود خلافات واضحة
عميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات في حزبه السابق دفعوا هذا الأمر إلى تقديم استقالته كما تعرف. طيب كيف يمكننا أو يمكننا توقع الأسباب العميقة لهذا الخلاف؟ يعني الحقيقه لازم هيكون هناك ضغط كبير، لا مم. بدون ضغط كبير لن يكون هناك تغيير. نعم. ولكن خليني اقول لحضرتك ان قبضه النظام في المرحله الحاليه بسبب فشله الاقتصادي المزري وبسبب تدني شعبيته الكبيره جدا داخل فئات ضخمه من الشعب المصري اضعفت من قبضه النظام كثيرا في هذه المرحله. مم. قلت بنقطة مهمة بأنه المعارضة مطلوب منها أن تدعم هذا الرجل إعلاميا على أقل تقدير. طيب المعارضة في الداخل متوقع منها شيء إذا كان اعتقد في ان معارضة المعارضه في أصلا؟ الداخل مم. المعارضه في الداخل اذا كانت المعارضه التي ظهرت في الحوار الوطني فلا ليس متوقع منها اي شيء، لكن اعتقد ان المواطن المصري العادي الغير مسيس الذي مم. يتمنى ان يخرج من هذه الازمه الكبيره باقل الخسائر اعتقد ان ربما سيدعم احمد طنطاوي. احنا شايفين تفاعل كبير على فكره على صفحات التواصل الاجتماعي مع احمد طنطاوي في المرحله يعني السابقه. أطلت عليك سيد محمد مجدي، أشكرك. لا المحلل السياسي عبد شكرا الرحيم فندم، السكاف، تحياتي. سعيد جدا بهذا الحوار، شكرا لوجودك معنا ولكل هذه الإيضاحات.